السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قول كورة. قول كورة قناة رياضية هنتكلم فيها مع بعض كورة، هنتفق كورة ونختلف كورة ونتثقف كورة بطريقتنا احنا بأسلوب راقي وبعيد عن أي تعصب أو تحيز، وفي الآخر بنطلع حبايب في الكورة. لو عجبتك القناة اعمل لايك واشترك معانا، ويسعدني ويشرفني دايما متابعتكم وتعليقاتكم. معاكم حكم الكورة السابق هشام حامد. There's so many things that I keep in my mind. Like a phoenix, there's a reason why we live. All the emotions I built up inside you. ورجعنا لكم تاني في قول كورة. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن الاهلي وباريس سان جيرمان والرقم 8. حابب اقول للاهلي بعد نهايه الجوله الاولى من دوري نايل 25-26، ولاي فريق عايز يكون ليه شكل وجود في المنافسه ويكسب باحترام ومساند جماهيره دايما، ان لازم يكون الرقم 8. الرقم 8 يعني باريس سان جيرمان، يعني لويس انريكي. يعني معظم الفرق بتلعب بنفس الطريقه، معظم فرق اوروبا بتلعب بالرقم 8. رقم 8 انك تهاجم ب8 لعيبه، وعشان تبقى فريق كبير لازم تتعلم من الفرق دي وتعلم لاعيبتك ان الاداء بيختلف من وقت للتاني، ولازم يكون في عصريه في الاداء. نقول بقى لويس انريكي عمل ايه مع باريس سان جيرمان. لويس انريكي قدامنا دلوقتي التشكيل بتاع باريس سان جيرمان على الشاشه. لويس انريكي عمل ايه؟ جاب ظهيراي الجنب اشرف حكيمي ونونو مندش، اشرف حكيمي في اليمين ونونو مندش في الشمال، وطلب منهم مش بس المسانده الهجوميه وصناعه الفرص لزمايلهم سواء المهاجمين او لاعبي خط الوسط، لا ده طلب منهم كمان تسجيل الاهداف. طلب منهم ان هم يدخلوا في عمق ال 18 ويسجلوا الاهداف، ويبقى في جرأة، بالاضافه لدورهم الدفاعي اللي طبعا مش هنختلف عليه. طيب لو احنا بنتكلم على الاثنين دولت، يبقى احنا كده بنتكلم على 2 من اصل الثمانيه ظهيراي الجنب اللي بنسميهم الظهير الطائر، الباك اليمين والباك الشمال. ده مش عامل كده وبس، ده طلب زي ما اي مدرب بيطلب من السردباك والليبرو ان هم يطلعوا في الكرات الثابته ويلعبوا الكره بدماغهم. فالكلام ده برضه طالبه من الاثنين المدافعين، السردباك والليبرو باتشو وماركينيوس، ان انتوا تطلعوا في الكور ثابته وتسجلوا اهداف. يعني برضه عندنا كمان السردباك والليبرو بيطلعوا بيسجلوا اهداف. نيجي لخط الوسط اللي بيحلم بيه اي مدرب. خط الوسط عنده بيتكون من جواو نيفيز وفيتينيا وفابيان رويس. الثلاثه دول اي مدرب يحلم ان يكون عنده 3 لعيبه في خط النص زي اللعيبه دي. نقول ادوار اللعيبه دي عشان نتعلم منهم وعشان نتمنى ان الفرق بتاعتنا تعمل كده. اللعيبه دي بتعمل ايه؟ بيصنعوا فرص لزمايلهم، بينزلوا ويستلموا الكره من تحت، بيظهروا لزمايلهم، بيقوموا بالدور الضغط على المدافعين لما الفريق الخصم بيجي يبني الهجمه، فبيضغط على المنافس ويحاول يستخلص منه الكوره. مش بس ده، كمان ده بيدخلوا جوه ال 18 وبيسجلوا اجوان سواء من ال 18 او من بره ال 18. ده ثلاثي رهيب، ينزل يستلم الكوره من زمايله، يصنع، يتحرك، يدافع، يهاجم، يسجل اجوان. لو عندك الثلاثه دول هتقول لك رقم 6 ده مطالب بس ان هو يعطل اللعب ويدافع، ولا رقم 6 في الكره الحديثه لا، انا بكمل على ال 18 وليا دور ما يقلش عن اي دور من ادوار اللعيبه اللي موجوده في الملعب، اللي على يميني واللي على شمالي والثلاثه اللي قدامي المهاجمين. وده اللي كنا بنشوفه زمان ايام الله يمسيهم بالخير، محمد شوقي وحسني عبد ربه وحسام غالي، لعيبه بتلعب رقم 6 وفي نفس الوقت تصنع اهداف وبتسجل اهداف. فده اللي احنا طالبينه من لاعيبتنا، ان يكونوا زي الثلاثي دول. لو احنا اتكلمنا على 2 في الدفاع ظهراي الجنب، هنضيف عليهم ال3 كمان بتوع خط النص، يبقى احنا بنتكلم دلوقتي عن 5 من اصل 8. نيجي لخط الهجوم الرهيب لباريس سان جيرمان. خط الهجوم الرهيب لباريس سان جيرمان اللي ما بيتمسكش ابدا، بيتكون من زريدوي وعثمان ديمبلي وكفارة تسخيليا. اسمه صعب شويه علينا بس هنضطر نقوله، كفارة تسخيليا. الثلاثه دول 3 طماعين دايما عايزين يسجلوا اهداف، بل بالعكس بيوصلوا ال 18 ولو حس ان زميله في موضع افضل منه، سواء زميله المهاجم او اللعيبه اللي جايه من وسط الملعب او الباكين اللي اتكلمنا عليهم ظهراي الطرف دولت، لا بيباص لظهير الطرف
ويسجل الاهداف. 3 بيعملوا دور الهجوم على اكمل وجه، وبيرجعوا يعملوا دورهم الدفاعي. بنشوفهم في ال 18 بتاعتهم راجعين يدافعوا، فالفريق كله بيتحرك ككتله واحده. لما نقول الرقم 8 المجمل بيبقى ايه في الموضوع دوت؟ ان اللعيبه كلها بتتحرك، بتهاجم 8 لعيب، بتعمل كثافه هجوميه رهيبه لا يتحملها الخصم، وفي نفس الوقت في الدور الدفاعي اللعيبه بتاعتك كلها بترجع، الخطوط كلها بترجع مع بعض، نفس كتله دفاعيه واحده، والمهاجمين بتوصل لغايه خط ال 18 بتاعك عشان تدافع وتقوم للدور الدفاعي بتاعك. يبقى انا الفريق كده بيتحرك كله. فاحنا لو خدنا الاثنين ظاهري الجنب اللي كانوا موجودين، وخدنا الثلاثه بتوع نص الملعب، بقينا كده 5، هنضيف عليهم الثلاثه بتوع الهجوم، ادي كده 8 اللي بنهاجم بيهم. 8 صراح بتهاجم بيهم، يعملوا ويضعفوا اي خط دفاع، اي تكتل دفاعي. عشان كده بنلاقي باريس سان جيرمان بيسجل بأهداف. نهى الموسم في الشامبيونز ليج ب5-0 على الانتر، 5 أهداف. عمرنا ما شفنا نهائي بينتهي ب5 أهداف، 5 أهداف. وعلى طول الادوار اللي قبل كده بنتكلم في 3 و4 أهداف، بنتكلم على كثافه هجوميه رهيبه محدش يقدر يقف قصادها. الكلام ده لو حبينا نعمل له اسقاط على الاهلي. هيظهر دلوقتي عندنا على الشاشه تشكيل النادي الاهلي. هنبتدي نعمل اسقاط من باريس سان جيرمان على لعيبه الاهلي، مع الفرق الفني طبعا في مستوى اللعيبه، بس احنا بنتكلم على قدر مستوانا الفني. اللعيبه بتاعتنا اللي احنا طالبينه، عندنا هاني في اليمين وشكري في الشمال. المطلوب منك يا هاني انت وشكري اللي دور اولا، انا هطلب منك مبدئيا ان انت تعمل مسانده هجوميه وتحاول تصنع فرص اللي انتوا ما بتعملوهاش دلوقتي. فاحنا محتاجين نعمل ده، محتاجين نطلع نكمل ونكمل بقوه ونصنع فرص زمايلنا ونهتم بالكوره قوي عشان يبقى لينا دور هجومي. خلصنا المرحله دي، شغل المدرب برضو ان انا اشتغل المرحله الثانيه. انت مش دورك بس تعمل كده، لا انا بكمل. لو الهجمه من ناحيه الشمال اكمل انا وادخل جوه ال 18 زي فكره اشرف حكيمي، لا واكمل والعب على الجون. ده بالنسبه لهاني، ونفس الكلام بالنسبه لشكري. يبقى ده المطلوب منهم، بالاضافه لدورهم الدفاعي، المسانده الهجوميه، صناعه الفرص لزمايلهم، وبعد كده يجي دورهم في تسجيل الاهداف. نشوف طبعا اللعيبه قدرت تعمل ده وقدرت تدي ده، اوكي. ما قدرتش لازم نوجد البديل، سواء البديل من القائمه او انتداب في اي مرحله قادمه، سواء انتداب في المرحله في التوقف الشتوي او انتداب في الموسم الصيفي. المهم اللعيب اللي مش هيقدر يؤدي الدور دوت مش هنقدر نوصل بيه للكره الحديثه، اللي طبعا بيعود بالنفع على النادي الاهلي وعلى منتخب مصر بعد كده. هنيجي لثلاثي الوسط. ثلاثي الوسط من وجهه نظري مع احترام التشكيل، ريبيرو الماتش اللي فات بتاع مودرن سبورت، انا بتكلم على ثلاثي الوسط اللي يقدر يحقق لنا القصه بتاعت الرقم 8 والمعادله الصعبه دي. ان نلعب في جر رمضان على اليمين في خط النص، ومروان ان شاء الله بعد ما يقوم بالسلامه ويرجع للملعب، مروان او ديانج رقم 6، وعلى شمالهم احمد رضا. ده الثلاثي اللي اقدر العب بيه. انا بقول اللي يقدر يؤدي في الخط ده الطريقه الهجوميه بتاعت باريس سان جيرمان 2 من اصل 3 في الخط ده، بن رمضان اللي على اليمين واحمد رضا اللي هيكون على الشمال. دول الاثنين اللي هيقدروا يؤدوا الدور الهجومي والمسانده الدفاعيه وصناعه الفرص واحراز الاهداف. يجي هتبقى المشكله عندي في اللعيب رقم 6 اللي بيكتفي ان انا بقطع الكوره مره كوره بالجانبيه او برجع بالظهر، ما بيكونش ليا دور. لا انا عايزك تبقى زي شوقي وزي حسني عبد ربه، لا عايزك تروح تكمل على 18، اصنع اهداف، اشترك، ادخل العب بدماغي، اشوط من بره ال 18 ل1 2 مع زمايلي وادخل لجوه. رقم 6 ما بقاش دوره دفاعي بس. لو الفريق كله مش هاجم بالشكل دوت هنخسر كتير، لا كل الفرق في الدوري هنخسر كتير. لا احنا محتاجين الثلاثه بتوع نص الملعب بيكملوا مع الثلاثه المهاجمين مع ظهري الجنب، اوصل للرقم 8 اللي اضعف بيه اي خط دفاع بيلعب قصادي. المنافس مش هيقدر يكمل ال90 دقيقه تحت الضغط الهجومي الرهيب دوت. بالاضافه طبعا لدورنا الدفاعي اللي اتكلمنا عليه، حركه الخطوط 3 مع بعض دفاعيا وهجوميا. هنيجي في خط الهجوم، وشايف من وجهه نظر التشكيل اللي يقدر ينفذ الطريقه بتاعت باريس سان جيرمان، زيزو على اليمين وتريزيجيه على الشمال وشريف في النص. الثلاثه دول شايف 2 منهم اللي هيقدروا ينفذوا المهمه دي، زيزو ومحمد شريف. زيزو ومحمد شريف هيقدروا يسجلوا، هيقدروا يصنعوا الفرص، هيرجعوا يدافعوا. هتبقى المشكله عندي في تريزيجيه في الفتره الاخيره بنتكلم طبعا في المتوسط العمر بنتكلم 30 سنه، لا يقدر يدي، بس انا شايف ان تريزيجيه بيتعب نفسه كتير جدا، يعني بيعتمد على مجهوده، بيروح لوحده، بيلعب فرد كتير.
لا احنا مش عايزين ده مش مطلوب منك. المطلوب منك لا انا العب مع زمايلي، انا احط الكره زميلي قريب مني، اتحرك في عمق ال 18، اشوط من بره ال 18. مش لازم اعمل مشاوير، انا بالظبط هعمل مشوار والتاني والتالت هتلاقي نفسي خلاص بشحر وخلاص مش قادر اجري تاني. هو ده اللي احنا شفناه في كاس العالم للانديه. لا ده مش مطلوب منك. مطلوب منك ال1 2، الدخول في العمق، التسديد من بره ال 18، اللعب مع زمايلي عشان ما نخسركش. وفي نفس الوقت انا شايف ان انت حاطط عبء نفسي كبير جدا عليك، شايف ان انت شايل فريق في رقبتك. لا كابتن الفريق بس العبء النفسي ده عايزين نشيله منك خالص. العبء النفسي الفريق بيلعب ككتله واحده، ما تحطش ده في دماغك. الفريق لو بيلعب ككل خلاص كل واحد قد دور عليه، هنشوف اداء وهنشوف كره هجوميه وكره جميله. فمش مطلوب منك تشيل العبء النفسي الرهيب ده اللي احنا بنحسه. لا ادي دورك في الملعب زيك زي اي لاعب، ال 11 لاعب كل واحد بيأدي دوره، هنوصل اللي احنا بنتكلم فيه، هنوصل للاداء والكره الهجوميه اللي احنا عايزينها. ده المطلوب مننا. ده الاسقاط لو وصلنا، ده الاسقاط بتاع النادي الاهلي على ده اسقاط باريس سان جيرمان على النادي الاهلي. لو فعلا قدرنا نعمل كده لا هنشوف كره هجوميه، هنشوف شكل تاني. وشايف ايه اللي مش هيقدر يأدي الدور دوت شكرا، نشوف البديل على طول من القايمه. البديل مش موجود هنوصل لبعد كده لا انا محتاج فعلا انتباه في الحته دي. لازم عندنا الفكر الهجومي، لازم فعلا الكره المصريه تتحرر كتير جدا من الطرق الدفاعيه، ونتحرر. وبطلب من كل الفرق خلاص موضوع تضييع الوقت ده والتكتل الدفاعي اللي ملوش اي قيمه دوت خلاص. الكلام ده يا جماعه انتهى من قاموس الكوره على مستوى العالم. مفيش الكلام ده. لازم فعلا الفرق كلها تبص لموضوع الرقم 8. الرقم 8 هو رقم المعادله الصعبه، هو ازاي اوجد لعيبه عندها القدره البدنيه ان تأدي المباراه بالشكل ده دفاعا وهجوما. الكره الهجوميه يعني انا اوصل ب8 يبقى اكيد فيها هدف. احنا متعتنا كلها في كره القدم هي احراز الاهداف. فده كلامي للنادي الاهلي وكلامي لاي فريق تاني موجود في الدوري الممتاز. لازم نحط الرقم 8 قدام عينينا، لازم فعلا نوصل رقم 8. طب ده بالنسبه للفريق. بالنسبه بقى لمدرب الفريق ريبيرو، اللي اتمنى ان يكون قرار اختياره كمدير فني كان قرار صائب، والاهلي ما يفكرش برحيل ريبيرو عند اول توقف في ديسمبر الجاي عشان كاس الامم الافريقيه. الدوري هتوقف عشان كاس الامم الافريقيه هتبدا يوم 21/12، واعتقد ممكن يبقى الكلام ده قبلها باسبوعين ولا حاجه، على يوم 7/8 كده الدوري هيتوقف. تمام. فاحنا عايزين نشوف كوره من ريبيرو. لازم الفكر فعلا يتغير، لازم يبقى فيه حسن اختيار للتشكيل، لازم يبقى فيه نشوف شكل، نشوف حلول اثناء المباراه اللي احنا ما شفناش في اول مباراه ولا شفناها في كاس العالم للانديه. لازم يبقى عند المدرب الحته دي. لو انا بطالب اللعيب بالتغيير ويبقى في عصريه في الاداء، لازم برضو المدرب يبقى عنده عصريه في الاداء. لازم المدرب يتعلم من المدربين الكبار الموجودين في اوروبا. لازم فعلا يبقى في شكل. النادي الاهلي وفر صفقات، اي نعم انت ما كنتش موجود، النادي الاهلي جاب معظم الصفقات، بس انا عندي قماشه كويسه جدا اقدر اعمل منها فريق كويس جدا. نتمنى النادي الاهلي وريبيرو يبص النقطه دي، يعني ايه كره هجوميه، يعني ايه الرقم 8. ولو كل فرق الدوري بصت للرقم 8 وقدرنا نقدم كره هجوميه، الكره المصريه والدوري المصري بقى شكل تاني. دي كانت حلقتنا النهارده عن الاهلي وباريس سان جيرمان ورقم المعادله الصعب الرقم 8. نتمنى ان احنا نكون استفدنا، افدناكم وافدنا نفسينا بالحلقه ديت. و8 سلامات عليكم. في قول كوره حكم السابق هشام حامد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.